نحكيو اليوم في حلقتنا على تحذيرات شديدة اللهجة من الجزائر لسفير فرنسا، واللي عبرت على استيائها من الممارسات العدائية الصادرة على الأجهزة الأمنية الفرنسية. بعد شوية يكون معنا بالهاتف وزير الخارجية السابق سيد أحمد أونيس. نحكيو زادة بعد رفض 500 تأشيرة للدراسة في إيطاليا لأسباب غير واضحة وغير معللة في ورقة الرفض. تم رفع الأمر للبرلمان الإيطالي باش يكون معنا مباشرة من إيطاليا الناشط في المجتمع المدني مجدي الكرباعي. نحكيو زادة على العديد من المواضيع الأخرى كما صاحبه شيخ، ونحكيو على منزل صاحبه شيخ مقعد. مواطنون يقررون إعادة بناء منزل احترق وقت البارح في منزل بورقيبة. باش يكون معنا سي رضا هليل مراسلنا في بنزرت لأكثر تفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم. معكم فايزة العرفاوي من قدام الميكرو، في الإخراج سفيان بوهليل تحية لي، في الإخراج الرقمي الوسيم سفيان لكحل تحية لي. شكرا لكم على المتابعة. تسمعوا في برنامج من تونس من توا حتى الماضي 3 كما قلت لكم أول الساعة باش نحكيو في أول موضوع لنا لليوم في حلقتنا لليوم، حلقة الاثنين 16 ديسمبر 2024. نحكيو على تحذيرات بلهجة شديدة من دولة الجزائر عبرت عليها عن طريق سفير فرنسا لفرنسا، واللي عبرت زادة على استيائها من الممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية. معنا مباشرة وزير الخارجية السابق سيد أحمد أونيس. مرحبا بك سيد أحمد. ألو مرحبا. شكرا لك على قبول الدعوة سيد أحمد. شكرا. كيف تقرؤون كل هذه المعطيات خاصة التحذيرات كأنها اشتدت لهجة، وعليش شنو الأسباب الحقيقية وراء هذه التحذيرات؟ طبعا إذا كان الجزائر متأكدة من الأحداث اللي احتجت من أجلها لدى سفير فرنسا في الجزائر فطبيعي أنها تعبر عن هذا، لكن كونها أعلنت عموما بالنقطتين اثنتين في المؤاخذة متاعها، هذا معناه يبين وأن الجزائر منذ أسابيع يعني منذ التصرف الفرنسي مع المملكة المغربية والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فرنسا سحبت من الجزائر ورقة هامة كانت تستغلها الجزائر في إفريقيا وفي الأمم المتحدة بصفة عامة، واليوم ما عادش ممكن لها معناها تستغل نفس الملف هدايا في السياسة الخارجية نتاعها، وخاصة في شمال إفريقيا والساحة الإفريقية، بحيث فما تركيز فيما يخص استهداف النظام الجزائري من طرف فرنسا، وكأن الحسابات الفرنسية تمشي أبعد من المؤاخذات القريبة هذه المعنية. الحسابات الفرنسية النظام الجزائري أي كيف كنت تفسرنا أكثر؟ شو معنى الحسابات الفرنسية كأنها أعمق من اللي قاعدين نشوفوا فيه مع دولة الجزائر؟ أعمق لأن من وراء القضية الثنائية بين الجزائر وفرنسا فما كذلك دخول فرنسا في تواطي مع إسرائيل، والأجواء الفلسطينية اللي تعم كل شمال أفريقيا معنا جميع المجتمعات تغتاظ إليه الحكومة الجزائرية بصفة طبيعية، وتوجه اللوم والتهمة إلى فرنسا عموما. يعني المسألة تتجاوز العداء على الجزائر، بل هي على الحقوق العربية عموما، بحيث فرنسا استعادت السياسة الاستعمارية نتاعها وهي تتواطأ مع إسرائيل ضد الحقوق العربية. واضح. هذا هو تفسيركم للأزمات والممارسات خليني نقول الفرنسية تجاه دولة الجزائر.
يعني ثم قضية معناها طرح جديد بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وكذلك إسبانيا، بحيث الجزائر ما عادش عندها الورقة هذه ودخلت في طور جديد من العلاقات مع فرنسا. طور كيفاش توصفوا سيد أحمد؟ اعتقادي أن معنا باش تشتد الأزمة في الأشهر القريبة هذه مدة أبعد، فهمت؟ معنى الجزائر باش توسع القاعدة متاع العداء ضد فرنسا إلى حد الاتحاد الأوروبي كله، وإلى ضم قضية مستقبل الجنوب المتوسط، يعني شمال أفريقيا وليبيا وفلسطين مع الاتحاد الأوروبي. يعني معنى هذا كله تحسب كذلك لممكن نيابة الرئيس ترامب اللي تهدد المنطقة. هذا كله استعدادات لتجنيد الرأي العام وإشارة إلى أوروبا في انتماءاتها مع إسرائيل ومع مستقبل العلاقات مع الجنوب المتوسطي. واضح. شكرا لك سيد أحمد دونيس. كان عندك إضافة أخرى؟ وما تأثير هذا على المنطقة وعلى المغرب العربي؟ خلينا اعتقادي بالنسبة للمغرب العربي، نحن في تونس وفي المملكة المغربية ليس لنا نفس الاتجاه. نحن نأمل أن تنضم فرنسا إلى وعي لحقوق الشعب الفلسطيني، لكن بالنسبة للشعب التونسي لا ندعي أن فرنسا معناها أصبحت عدو مباشر للشعب الفلسطيني، إلا أنها تتأرجح، تتأرجح لأنها تسعى إلى تأمين إسرائيل في عهد اللي إسرائيل تعتبر نفسها مستهدفة. واضح. شكرا لك سيد أحمد على كل هذه التوضيحات وعلى هذه القراءة في العلاقة اللي تجمع وإلا اللي قاعدة تحتد كما قال سيد أحمد دونيس بين فرنسا والجزائر. يظهر كما سمعتوا مش على الصحراء ولا الاعتراف الفرنسي بأن المغرب بأن الصحراء هي مغربية، لكن لأسباب أخرى تنجموا ترجعوا على الباج وتفرجوا في كل تصريحات سيد أحمد دونيس الوزير الخارجية الأسبق.